السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاتي هي نجاتي وحياتي. الصلاة طوق النجاة، هي الجسر إلى بر السلام، هي الموصل إلى رضوان الله. 5 محطات في اليوم نتزود فيها بالطاقة، نتزود بالمغفرة، بالتطهير، بالتعمير، نتزود بمدد من الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني اقترب أو مر بكربة، قال أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني أذن، نريد تدخل الصلاة، قرة عينه عليه الصلاة والسلام. آخر وصية له صلى الله عليه وسلم قبل موته: الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، لأن عماد الدين، الصلاة هي الحياة، الصلاة هي النجاة. قال تعالى لموسى في أول مكالمة: أقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني، إذا ذكرت وقت الصلاة أقم الصلاة. إقامة الصلاة أن تقيم. يا أحبتي، إذا سمعتم الله أكبر الأذان أوقفوا كل شيء. الله أكبر من الشركة، من الوظيفة، من الاجتماع، من المناسبة، من العزيمة، من الاتصال. الحديث: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يجري يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درني شيء من وسخ الشيء، يعني من ذنوبه؟ قالوا لا. قال ذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا، هي تغسل الذنوب تمحو السيئات. مسكين الذي لا يصلي، لقد حكم على نفسه مسكين الذي لا يصلي، قطع الصلة بينه وبين الله، قطع المدد، قطع العون الإلهي، قطع الاتصال بالله، قطع علاقته بأرحم. مسكين الذي لا يصلي، قطع العون من الله، يعيش فاشلا محبطا صفرا مهزوما مهموما مغموما مكدودا. مسكين الذي لا يصلي، يعيش بذنوبه، بسيئاته، بخطاياه، بمنكراته، بفواحشه، يعيش نعوذ بالله بنفسه. أحبتي، أخي، أختي، ابني، بنتي، الله الله في الصلاة في وقتها. أقم الصلاة لذكري، إذا سمعت الأذان اتجه إلى الصلاة مباشرة.